السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من قناة باسل عمر، ومعكم ام باسل. طبعا النهارده ان هنعمل فيديو جديد خالص عن البسكوت بتاع المدرسة. طبعا انا اولادي كل شوية يروحوا المدرسة يجيبوا لي ايه، بسكوت قد كده ويجي. طبعا كل شوية رحت جايبه لهم كيس وقلت لهم ايه، حوشوا حبايبي ويلا بينا نخش على الوصفة ونقول احنا نعمل ايه. طبعا دي بسكوت المدرسة، كل ما يروحوا يجيبوا لي بسكوت. رحت عامله لهم كيس ايه كبير يعني، فقلت اما اعمل لكم بقى فيديو، وطبعا اعمل لهم فيديو بالنسبه ان هم مش بياكلوا البسكوت الساده بتاع المدرسه والكلام ده. طب احنا كده هنجيب كبه. تمام، لو اللي مش عنده كبه طبعا يعملها اي حاجه يعني، بيهرسها حتى لو في الخلاط. بس ايه يعني، مش عايزاها ناعمه قوي قوي يعني. تمام، يعني نفس النوعيه دي كده. وبعد كده بننزل عليها بثلاث معالق كاكاو، ومعلقتين اتنين سمنه وزبدة يعني. وبعد كده بنحط عليها بنجيب كوباية فيها لبن، اللبن يكون سخن، وبنحط عليها معلقة كوفي ميكس، وبنتنينا نحط فيها الكوفي الميكس ده واحدة واحدة كده. تمام، وبعد كده بنسيبه ان هو يعني يتقلب جامد جدا كده في الكبة او في الخلاط عادي يعني. اللي مش عنده كبة طبعا بيعمله في الخلاط. بصوا بقى المنظر بتاعه اساسا اول ما انا شلت الغطا، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. جربوه مش هتندموا. طبعا انا كده هجيب بولة عشان احط فيها المكونات بتاعتي، وبعد كده هنحضر بقى السكالانس اللي هيتحط على البسكوت. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه في السكالانس. بس الاول احنا كده نعمله يعني، نهويه كده عشان خاطر طبعا يعني بنخليه يرتاح، بمعنى اصح ان هو خليها ترتاح كده بالضرب بقى بتاع الكبة والكلام ده كل ده. طبعا انا حبيت ان انا اوريكم يعني ان هي عامله زي لما بتيجي تمسكيها كده بتبقى طريه. طبعا كده انا معايا 7 اكواب لبن. طبعا الكوبايه بتاعتي كانت صغيره، حجمها صغير يعني، لو بالمجات هيبقى 4 كوبايات مجات كبيره. تمام، 4 كبار، اما انا عامله 7 مش صغيرين. بعد كده هحط عليهم 3 معالق كاكاو او 4 حسب الكمية اللي عندك او حسب اللي انتي عايزاه. طبعا احنا ملناش في الشوكولاتات اساسا قد كده، عشان بقى ايه ما تخنش بقى والكلام ده. طبعا انا حبيت ان انا اعملها خفيفة. وبعدين حطيت عليها كوفي ميكس، كيس كوفي ميكس. طبعا يا جماعة اللي بيعمل رجيم، الخلطة دي تبقى حلوة جدا. تمام، لان انا مش حاطه فيها شوكولاتات كتير، ومش حاطه فيها ايه يعني اي حاجه دسمه قد كده. وبعد كده السكر على حسب اللي قدامك، حسب الكميه اللي قدامك انت بتحطي السكر طبعا وبتدوقي. وبنحط 3 معالق نشا، وبنقلب بالتدريج زي ما انتم شايفين كده حبايبي. يعني انتم بتقلبوها، طبعا قلبوها بالمضرب احسن. المضرب لو انتوا عندكم اللي هو المضرب اليدوي، تمام، مش المضرب الكهرباء، لا لا، مضرب العادي يعني اللي هو السلك العادي. بعد كده هنرفعها على النار، بنسيبها يعني بتغلي. تمام يعني، بس واحنا وهي يعني حطينا على النار، لازم نحط المعلقة فيها وندينا نقلب، او المضرب او اي حاجة، ان احنا ندينا نقلب عشان خاطر النشا. طبعا انا حاطه المكونات كلها على بعضيها. تمام، وبعد كده احضر بقى الكاسات بتاعتي. طبعا انا عندنا كميه يعني عشان خاطر ايه، لازم اراضي الكل والكلام ده. عملت كوبايه كده، كان عندي كوبايه شكلها حلو كده لطيف يعني. بعد كده حبيت ان انا احط بقى نجيب اول حاجه، اول طبقه اللي هي البسكوت. اول طبقه خالص اللي هي البسكوت بنتنينا ان احنا نحطها كده زي ما انتم شايفين. كل كوبايه فيها معلقتين، ما تكتريش عشان خاطر السكالانس اللي انت تحطيه عليها يعني ايه يدوب قوي عن الكاس الصغير. وبعد كده ايه هنجيب اي حاجه. بصي دي حريه شخصيه بقى. تمام، طبعا انا قعدت ادور على اي حاجه كده تتحط. طبعا دي كانت هراسه فول، بس انا عملتها بظهرها ليه، مع حجم هرست الفول كبير قوي على الكوبايه. طبعا لها يد كده من ورا. حطيتها ايه يعني، حبيت ان انا اضغط عليها بالكوبايات زي ما انتم شايفين كده. هنضغط البسكوت جامد عشان خاطر ما نيجي نحط عليها السكالانس يبقى البسكوت ما يطلعش بره. طبعا انا عملت الكميه بتاعه الكوبايات كلها دي. بقى بص بقى منظر الكاكاو، ولا احلى من الشوكولاته اساسا، وطبعا مش هتخن لاصحاب الرجيم. يعني الكاكاو اساسا ما فيهوش نسبة سعرات حرارية زي الشوكولات. وبعد كده هننزل بقى هو زي ما انتم شايفين. وبعدين انا مش حاطة فيها سكر زيادة، طبعا اللي حابب يحط سكر زيادة تمام.
بس انا مش حابة يعني احط سكر زيادة. بس كده. يلا بقى نعمل الوصفة التانية اللي هي هنحط برضو حسب يعني دي 3 كوبايات لبن. تمام، 3 مجات كبيرة لبن. بعد كده هنحط عليها 4 اكياس كوفي ميكس. طبعا هو الكيس كان وقع مني بسبب توتري اصلا، لان ايه، ايسر كل شوية تكلمني فاتوترت عليها. بعد كده هحط ايه ال4 اكياس، هنزلهم كده مرة واحدة تدريجيا. وبعد كده هجيب برضو المضرب السلك، هو ده اللي اقلب فيه. السكر يا جماعة على حسب برضو الرغبة، يعني في ناس بتحبه مسكر قوي، في ناس بتحبه دلع شوية، وفي ناس بتحبه مظبوط. تمام. طبعا انا عملته دلع سنة عشان خاطر برضو الدايت وكده. كده بقى ايه، ده بدأت ان انا يعني اضربه بالمضرب السلك، وبعد كده ارفعه على النار. كل حاجة سهلة يا جماعة، بس احنا اللي بنكسل. يلا يا قومي بقى كده تشطري، وقومي اعملي كده لاولادك او اعملي لجوزك. يعني يعني بصراحة هو جميل جدا، وطبعا سهل وموفر. كل واحد فينا عندنا كوفي ميكس في بيته، في كاكاو، في نشا، في كل حاجة. كده هننزل برضو 3 معالق نشا. وبعد كده يعني هقلب النشا كويس، يعني تضربيها كويس كده. انا عايزه ايه عشان خاطر النشا لما بيجي يتحط على البوتاجاز ما يعملش كلاكيع منك. طبعا انت بتحطي برضو اول ما بتحطي الحله، اول اي حاجه اللي انت بتحطها، بعد كده ايه خلاص كده انا عندي كوبايه عاج. اللي هي ديك هقول لكم ايه، دي كانت ماما كانت في السعوديه، كانت جايبه لي طقم كده شكله جميل جدا. دي مش بلاستيك، دي عاج، يعني لو وقعت في الارض زيها زي الازاز، اول ما بتقع في الارض تروح بالتشديجه. تمام. طبعا دي كده انا بدأت ان انا احط الطبقة التانية. لسه في طبقة تالتة، انت رايحة فين؟ لسه في طبقة تالتة. مش قلتلكم ان انا هدلعكم في الفيديو ده؟ يلا بينا. تعالوا بقى نشوف الوصفة التالتة. طبعا احنا معانا كريم كراميل. هنجيب الكريم الكراميل، وبعد كده هنحط هنفرغ الكيس كده على بعضه، هنحط الكيس. وبعد كده برضو السكر زي ما احنا قايلين، وزي الاحتياجات. بس دي انا هسكره سنة عشان خاطر دي هتبقى اخر طبقة. وبعد كده هندنينا نقلبه، وبعد كده هنحطه على البوتاجاز يغلي وتمام. يكون ايه بقى اهم حاجة، الكاكاو يكون مرتاح، الكوفي ميكس يكون مرتاح كده بقاله شوية. هننزل بقى بالطبقة التالتة، وانسي ان هو يتلخبط. ما انتي بتحطي اساسا بحرص كده، وانتي بتنزلي كده الطبقة التالتة. بيكون بالراحة، ويكون يعني يكون في فرق بين الطبقة الاولى والتانية حوالي 10 دقايق كده. هو كده كده الجو ساقع اساسا. بعد كده ننزل بقى بالكمية. بس انا هسيب كوبايتين، مش هحط عليهم كريم كراميل عشان خاطر يعني ابو باسل مش بيحب بصراحة الكريم كراميل قد كده. تمام. بعد كده هنحط بقى ايه اخر حاجة بقى اللي هو التزيين. تمام. طبعا اللي انت حابه بقى تزينيه، لو انت عندك شوكليت تمام، لو انت عندك سوداني تمام، لو انت عندك عين جمل تمام. بس انا قلت لكم ان احنا عاملين وصفه كلها من البيت. طبعا دي بقيه الكريم كراميل هنبدا بقى ان احنا ننزل كده عليهم، عشان خاطر طبعا ايه، الاطفال بصراحه اول ما بيشوفوا المنظر ده يقولوا الله جميل والكلام ده. طبعا احنا كده بسطنا اولادنا وبسطنا جوزنا وتمام. يا رب يكون الوصفه بتاعتي عجبتكم، سهلة وسريعة. وطبعا يا رب كده يكون الفيديو يكون انا خفيفة اساسا على قلوبكم. مش عايزة طبعا اطول عليكم، مش عايزة اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. بس بصراحة يعني انا عايزة رأيكم حتى لو في الكومنتات، واللي يجربها طبعا يقولي ايه رأيه. طبعا وصفة سهلة وسريعة واقتصادية، ومش هنجيب اي حاجة من بره. يعني احنا عندنا بسكوت المدرسة جاي لنا ببلاش اهوت، عندنا اللبن، عندنا كاكاو، عندنا كريم كراميل، عندنا كل شيء. اسيبكم في رعاية الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في رعاية الله. باي، مع السلامة.